اقول لك بقى النهارده على سر المحلات بتاعه الكشري اللي بتطلع لك البصله تبقى مخربشه كده ومتحمره ولونها تحفه زي ما انت ما شايفاه قدامك كده. وكمان هقول لك على سر المحلات في الشطه الزيت اللي بتعملها، اللي بنلاقي الزيت كده عايم من على الوش. بص الزيت عايم على الوش ازاي اهو. الزيت كده يكون عايم من على الوش بالشكل ده كده، والشطه بتبقى راكزه معانا تحت. هقولك النهارده اسرار محلات الكشري الجاهزه اللي بتعمل لنا الشطه الزيت في البصله كمان المخرفشه المقرمشه اللي انت شايفاها قدامك دي، باللون الذهبي التحفه اللي انت شايفاها دي. بصي البصله قد ايه مقرمشه، شايفه لونها تحفة، عمرها ما هتطرى معاكي. تعالوا بينا نخش على التركات ونشوف الحركات بتاعة الشطة الزيت، وكمان أحلى بصلة للكشري بتاعنا. سر القرمشة وسر اللون الذهبي بتاع بصلة المحلات بتاعة الكشري زي سيد حنفي والزعيم والخديوي والمحلات الكبيرة الجميلة دي. تعالى أقولك النهاردة هتعمليها ازاي تطلع معاكي مقرمشة وفي نفس الوقت عمرها ما هتطرى معاكي أبدا، حتى لو باتت معاكي لتاني يوم. أنا قسمت البصلة بتاعتي كده بالنص زي ما انت ما شايفه كده، ولا هحط لها بقى نشا ولا هحط لها اي حاجه من الكلام ده. كل الموضوع معانا هو في التقطيعه بتاعه البصله. هنعملها ازاي؟ هتجيبي البصله كده بعد ما قسمتيها بالنص بالشكل ده كده، وبالحته دي اللي هي بتاعه المبشره، وهتبتدي تبشريها بالشكل ده كده. طب لو ما عندكيش المبشره، بسن السكينه كده رفيع خالص، وتبتدي تقطعيها رفيع 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 على قد ما تقدري. تمام، هتبشريها كلها كده بالشكل ده. بصي التقطيع طالعه قد ايه رفيعه، هو ده اللي انا عايزاه. ده سر القرمشه بتاعه البصله معانا، تقطيع الرفيعه دي، ولا هنحط لها نشا ولا هنحط لها اي اضافات زي ما بشوف ناس كتير بتقعد تحط اضافات كده من بره. لا، بصي بصي قد ايه رفيعه وطالعه معانا قد ايه رفيعه. هقطع انا بقى البصله اللي معايا كلها كده بالشكل ده، وبعد كده هرجع. واحده اتقطعت معاكي تخينه زي الحته دي كده، اقطعيها تاني بالسكين، يعني رفعيها تاني بالسكين او استغني عنها خالص. يعني هي بتبقى حاجات بسيطه قوي اللي معموله بالشكل اهي، حتى لو ما عندكيش المبشره تقدري تقطعيها بالتقطيعه دي كده بالسكين. تمام، تعالوا بقى نشوف هنحمرها ازاي وتطلع معانا مقرمشه، واللون الذهبي الحلو بتاع البصله ده اللي بيبقى من بره ازاي. لو فيها عنقود زي كده بتاع وش البصله تشيليه. شايفه التقطيعه؟ هي دي اللي مطلوبه، تبقى رفيعه بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف هنحمرها ازاي. حله كده عندي على النار وهنزل فيها بكميه زيت تكون كويسه. انا هكترها شويه لان الزيت ده انا هعمل بيه بقيه الكشري. انا مش هنزل معاكم طريقه الكشري كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناه، هتظهر معاكم في علامه الاي. كنا عاملينها كمان في حله واحده الكشري كله من اوله لاخره، كانت النتيجه بتاعته روعه. ان شاء الله خليه يظهر معاكم في علامه الاي، وهسيبه لكم في صندوق الوصف. هخلي الزيت يا دوبك كده يسخن معايا حاجه بسيطه، مش عايزاه يسخن قوي. وهبتدي انزل فيه بالبصله اللي احنا قطعناها. يفضل ان انت ما تحطيش الكميه كلها مره واحده، يعني حله واسعه كده، طاسه واسعه عشان تقدري تنزلي فيهم. هبتدي بقى اقلبه كده، والنار ولا واطيه قوي ولا عاليه قوي، نار تكون متوسطه. ما تقلبيش بقى فيه كتير، سيبيه كده على النار. هنزل عليه كده بشويه كمون، اديله تقليبه. واقفه قدامه كده علشان بيتحمر بسرعه جدا. شيلي ايدك منه شويه لغايه ما تلاقيها ابتدت البصلايه تشد كده وتنشف معانا، هنقلبها. احضر جنبي كده طبق عليه مناديل مطبخ علشان اطلع عليه البصله بعد ما تتحمر. لو ما عندكيش منشف في المطبخ اللي زي كده، تقدري ان انت تطلعيهم في مصفى بتاعه المكرونه العاديه، اي مصفى عندك تقدري تطلعي فيها البصله. البصله ابتدت لونها يغير معايا كده، ما تشيليش بقى ايدك منها خالص، ووطي النار في المرحله دي عشان ممكن في لحظه تلاقيها اتغيرت معاكي لونها للغامق. فانا مش عايزه لونها يغمق، انا عايزاها تتحمر لكن ما تغمقش معايا. هوطي النار شويه وايدك ما تتشالش منها. شايفه لون البصل عامل معانا ايه؟ خلاص كده البصله اتحمرت معانا. شايفه لون البصله قد ايه جميل، تحفه. ما تغمقهوش عن كده عشان هي لسه لما بتقعد بيغمق درجه. تعالوا بقى نشوف كده القرمشه بتاعته.
فرطيه كده، اول ما تطلعيه تفرطيه بالشكل ده كده. بصي بقى جمال اللون بتاع البصله، عايزه اسمعك. بصي الخربشه بتاعتها مش طريه خالص، مقرمشه، لونها ذهبي كده ومستكاوي في منتهى الجمال. وده كده سر البصله بتاعت محلات الكشري. ولا نشا بقى زي ما بشوف ناس تحط نشا وناس تحط لها اضافات كده غريبه خالص، هي مجرد التقطيعه. بصي التقطيعه بتاعتها عامله ازاي، رفيعه جدا. هو ده السر بتاع القرمشه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الشطه بتاعت الزيت بتاعت الكشري برضو. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده الشطه الوش او الشطه الزيت او الشطه بتاعه الكشري. هنا انا بسوي الكشري، مالكيش دعوه بيه مش تبعنا الحله دي. هنعملها ازاي؟ جبت الزيت بتاع البصل اللي انا حمرت فيه البصله، هبتدي انزل فيه بشطه كده تكون حلوه سوداني، معلقتين كده حلوين. الشطه دي حراقه جدا خلي بالكم، واحلى شطه تكون حراقه معاكي تجيبيها قولي له عايزه الشطه السوداني، لان في ناس بتحط الشطه ما بتبقاش شطه، بتبقى عباره عن رده وبيحطوا عليها بابريكا، فبتبقى مديه لون الاحمر، لكن بتلاقي الشطه بارده، تقولي ازاي الشطه بارده مش حاميه؟ دي ما بتبقاش شطه، بتبقى رده وحاطين عليها لون البابريكا دوت الاحمر، هو الفلفل الحلو، وبيقولوا عليها شطه، لكن هي للحقيقه ما بتبقاش شطه. حطيتها كده، وخلي بالك لان بتبقى بتطلع ريحه جامده قوي للشطه، فتبعدي عنها كده، خليكي من على بعد. هقلبها بالشكل ده كده. اول ما هلاقي الزيت ابتدى يسخن معايا والشطه ريحتها ابتدت تطلع، انزل عليها بمعلقه حلوه كده من الصلصه. والصلصه دي يا جماعه اللي انا كنت عاملاها معاكم على القناه، بجد نتيجتها روعه روعه روعه. عملت معايا كميات حلوه قوي من الصلصه. بصي بستعمل فيها على طول. هنزل بيها كده على الزيت وابتدي اقلب مع الزيت والشطه، نفس طريقه محلات الكشري بتعملها بنفس الطريقه، متاخدش معاكي وقت خالص. بصي هتلاقي بقى ابتدت الصلصه تتجمع كده تحت مع الشطه، والزيت يطوف كده على الوش. بس لسه ما خلصش، ده في تريكايه صغيره كده هقولك عليها هنعملها دلوقتي. تعالوا كده نفضيها في الطبق. بصي بقى شكل الشطه الزيت عامله ازاي، نفس اللي بناكلها في المحلات بالظبط. بصي جيبي بقى عصره ليمونه وتقومي عصرها عليها كده. لو عامله كميه كبيره حطي ليمونه كامله، لو عامله كميه زي ما انا عامله كده مش كتيره هنحط نص ليمونه بس بالشكل ده. تديها تقليبه. تبصي الزيت على الوش ازاي. كده الشكل النهائي معانا للشطه بتاعه الزيت اهي. شايفه الزيت عايم ازاي من على الوش، والشطه راكزه اهي من تحت اهي، باينه معانا جدا. بتبقى تحفه، والناس ما بتبقاش عارفه بتتعمل ازاي في المحلات. جبت لكم الطريقه اسرار المحلات، وجبت لكم كمان اهو البصل. بصي مقرمش معانا قد ايه وخطير بجد يا جماعه، تحفه ولونه في منتهى الجمال. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم، تقولوا لي انتوا بتعملوا البصله بتاعتكم ازاي، وبتزودوا عليها نشا ولا لا، وبتطلع معاكم كده ولا الطريقه دي احلى. جربوا وقولوا لي رايكم ايه فيها في الكومنتات. ولو لسه اول مره تشوفينا وما اشتركتيش معانا في القناه، انزلي نورينا واشتركي معانا في القناه وفعلي زر الجرس خليه على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد بفكره جديده ان شاء الله. مع السلامه.